عمرو يوسف تخرج من كلية الحقوق لكن ساب المحاماة وبدأ يدور في مجال الفن لغاية ما لقى فرصة للعمل كموديل إعلانات سنة 2002. بعدين اشتغل مقدم برامج فنية بين الفواصل تعرف وقتها على مي نور الشريف في حفلة فنية وبقوا أصحاب جدا. في 2004 اتصلت مي بعمرو وقالت له إن باباها نور الشريف بيحضر مسلسل اسمه الدالي وبيدور على وجوه شابة، وفعلا قابله عمرو وتطورت العلاقة بينهم لدرجة إن نور كان بيعتبره ابنه. وفي يوم وهما بيصور طلب عمرو من نور إيد بنته مي وقاله نور وقتها إنه لازم ياخد رأيها. ولما رجع نور البيت خد رأى ما في موضوع خطوبتها، فتكسفت وبصت في الأرض ووشها جاب مايت لون وقالت له: اللي تشوفه يا بابا. فابتسم نور الشريف وقالها: يا بنت الإيه يعنى كنت متفقين سوا وأنا آخر من يعلم. وفعلا تمت الخطوبة وكان الاثنين حديث الإعلام، لكن فجأة كل ده التغير. يا ترى إيه اللي حصل؟ وليه الجواز ما تمش؟ وكان إيه رد فعل عمرو يوسف لما رحل نور الشريف؟ وكان إيه رد فعل مي لما عمرو تجوز كندة علوش؟ تفاصيل وصور وفيديو في المقال. أول تعليق: متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة.